عايزه قفص عيش. الاكله دي يا جماعه عايزه قفص عيش، مش عايزه لا رز بقى ولا مكرونه ولا محشي ولا الكلام ده. معايا كده في ايه في الصينيه بتاعتنا، ومعايا هنا شويه زيت صغيرين مش كتير، ومعايا كيلو كده من السجق ده. اللهم بارك. انا بسيبه كده زي ما هو نصاص، مش بقطعه ولا قص ولا اي حاجه، لان هيفرول معايا ويخرج اللحمه بتاعته زي ما هو كده، ومخرجاه عادي من الفريزر زي ما هو. ونغطيه كده، نخلي الغطا موارب بسيط كده، ونخليه على نار وسط. تعالوا بقى كده نخرط شويه بصل بقى اللي بيحلوه ويسكروه. حوالي 3 بصلات كده عملتهم كده جوانح بالشكل ده. تمام كده زي الفل. نجيب طبق كده ونركنهم. معايا بقى هنا فلفل حامي، قرن فلفل حامي يظبط بقى الطاجن بتاعنا، مع قرنين فلفل بارد، ونخرطهم بأي شكل يعجبك. تمام كده. فص توم بقى، فص توم حلو كده كبير، نخرطه كده برضو ونحطه كده مع البصل والفلفل البارد والفلفل الحامي. ونيجي بقى على السجق بتاعنا، نديله تقليبه كده سريعه بالراحه كده، بلاش ايه تقلبي فيه كتير عشان ما يفكش منك. ونقلب بقى البصل على الفلفل البارد والحامي وفص الثوم زي الفل. نورب الغطا تاني، ونرجع بقى نخرط ايه حوالي حبتين من الطماطم، نقطعهم اي تقطيع برضو مكعبات صغيره كده بالشكل ده. ومعايا حوالي 4 حبات من الطماطم فرمتهم في الخلاط. نيجي بقى كده نديهم تقليبه كده على السريع، وننزل بالطماطم، وننزل بقى ب4 حبات من الطماطم فرماهم في الخلاط من عينيهم. وننزل بقى كده بكزبره وكمون وكمان فلفل اسود وشويه شطه كده على حسب ما تحبي، ومعلقه كبيره من البابريكا عشان تعزز اللون اكتر، او معلقه كبيره بدلها معجون طماطم اللي يعجبك، وبشره بسيط من جوز الطيب، وكوبايه ميه. ونظبط بقى الملح بتاعنا، واخر حاجه معلقه سكر صغيره. نقلب كل ده مع بعض ونسيبهم بقى يتكتكوا كده ويستووا على النار. خلاص كده بالظبط حوالي 10 دقايق اطفي النار. معايا الطاجن بتاعي او الصينيه بتاعتهم زي ما هي. مثلا بحبيت ايه احط معلقه سمنه صغيره كده، سمنه بلدي. وننزل بالطاجن بتاعنا. انا مشغله الفرن بتاعي تحت وفوق الاتنين، يعني الشوايه مع الفرن، حوالي مثلا 10 دقايق كمان، واطلعه بقى بالجمال ده. يا خراشي على الجمال والريحه. عايزه اقول لكم، لا انتوا محتاجين فعلا قفص عيش، مش محتاجه حاجه تاني. عايزه اقول لكم طعمه وريحته يا جماعه، ريحته عسل، هتقلب لكم كده الشقه. طاجن سجق بلدي شرقي سكر، اللهم بارك. بصوا بقى، يعني هو بيبقى منه فيه كده زيت، والسمنه بتاعته كمان انا حطاها له، بس بتبقى صراحه حكايه حكايه يا جماعه. عايزه اقول لكم ما بيفيد مني كده شويه سمنه بتاعته اللي على الوش دي، بحطهم في طبق كده وبعمل بيهم خلطه المحشي، بتخليه كده عسل، بتخلي ريحه الخلطه جميله. تاكلي بقى احلى شويه سجق كده بالعيش جنب شويه طحينه، اللهم بارك، بالف هنا وشفا، وجربوه.